معلش يا اولاد بتاع ده النت قطع. يلا بينا نكمل. يلا بينا نكمل. السؤال هنا بيقول لي the pyramid shown in the opposite figure contains about 2 million stones. طيب يبقى البيراميد ده متكون من 2 مليون حجر يعني. the average mass of each stone is about. يا خبر ابيض، الحجر الواحد 2.5 tons، 2.5 طن. then the mass of the pyramid approximately equal. يبقى كل الماس بقى بتاعت البيراميد دي عباره عن ايه؟ هنقول والله الماس توتال هي ايكوال النمبر اوف ستونز في الماس بتاع الستون الواحد. يبقى في الماس بتاع الايه؟ الستون الواحد. طب النمبر هنا قد ايه؟ 2 مليون. يعني 2 مليون يبقى 1 2 3 4 5 6. نقدر نكتبها 2 تايمز 10 to power 6. نقدر نكتبها كده. يبقى ضربناها في 10، وال ال 6 دي هي النمبر اوف زيروز. ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 5 6. ماشي. ملتبلاي 2.5 تنز. طيب هو احنا اصلا عندنا الماس بالكيلو جرام. يبقى اذا دلوقتي هبدا ان انا احول الاول ال 2.5 تنز للايه؟ للكيلو جرام. طيب احولها ازاي؟ م? هنضربها في ايه؟ هنضربها في 1000. ليه؟ عشان خاطر ال 1 طن هو ايكوال ايه؟ 1000 كيلو جرام. مهم. وبالتالي ده بقى مش هنستخدم القاعده بتاعتنا. الموضوع سهل خالص، هنا سهل خالص يعني. 2.5 هنضربها في 1000 على طول. يبقى تايمز 2.5 تايمز 10 to power ايه؟ 10 to power 3. وبالتالي هنا 2 multiply 2.5 يعني equal 5. 10 to power 6 و 10 to power 3 هنجمع الباور. يبقى تايمز 10 to power 9. هيبقى بالكيلو ايه؟ بالكيلو جرام. يبقى اذا هي لتر ايه؟ لتر اي. نشوف اللي بعده. طيب بيقول لي هنا how many bottles of volume 1000 cubic centimeter is enough to fill a tank of capacity 1 ايه 1 cubic meter. يعني انا عندي يا اولاد تانك كبير. التانك الكبير ده تانك كبير مليان ميه اهو. تانك كبير اهو مثلا يجي مليان ووتر بالشكل ده، وبدات ان انا املى منه ازايز. هملى كام ازازه؟ طيب الاول يا مستر الفوليوم بتاع ده كام؟ 1 كيوبيد متر. طيب انا عندي هنا بيقول لي how many bottles of volume 10,000 سنتي كيوبيد سنتيمتر is enough to fill a tank of capacity. واحد يقول لي يا مستر يعني معلش، هو الازايز اكبر من ال1 التانك؟ لا طبعا، ده بالايه؟ ده بالسنتيمتر. خلي بالنا بقى. طيب هنا عندي قانون بيقول ايه؟ ان الان هو ايكوال كبير على الصغير. يعني نقدر نقول ان لارج على السمول. طيب اللارج هنا كام؟ 1 متر او كيوبيد متر. طيب الصغير مين؟ ال 1000. بس ال 1000 دي هحتاج ان انا احوله لمين؟ للكيوبيد متر. هنا بقى سنتيمتر كيوبيد سنتيمتر. يعني كاني بقول بالظبط 1000 كيوبيد سنتيمتر. عايز احولها للكيوبيد متر. اعمل ايه بقى يا مستر؟ بص، هنا 1000 السنتيمتر البريفكس بتاع السنتيمتر كام؟ 10 تو باور نيجاتيف 2. بس انا عندي هنا كيوبيد سنتيمتر، فال 10 تو باور نيجاتيف 2 ده للسنتيمتر الواحد. انا عندي كيوبيد، يبقى دي هتبقى لكل الكيوبيد، لكل كيوبيد. طيب لما يبقى عندي باور من جوه وباور من بره، بنضرب الباور اللي جوه في الباور اللي بره. يعني كانه بالظبط 10
10,000 تايمز 10 to power نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 6، اللي هي 3 تايمز نيجاتيف 2. يبقى 1 10,000 تايمز 10 to power نيجاتيف 6، ده هيدينا يا ولاد 100. يبقى كأني بالظبط مليت 100 بوتل من الايه؟ من التانك ده. نشوف إيه اللي بعده. رقم 19 بيقول لي هنا pool has radius 1.7 سنتيمتر so its surface area equals. ماشي، هو عايز الاريا. بيقول لي هنا عندي كوره، الكوره الراديوس بتاعها 1.7 سنتيمتر، وانا عايز الاريا ومديني الاريا كمان. بيقول لي the surface area of the pool 4 باي ار سكوير ومدينا الراديوس. هو الموضوع سهل كده؟ قال لك لا، يعني اكيد لازم ايه؟ لازم العب لك في حاجه. الموضوع مش هيبقى بالسهوله دي. طيب يا عم ماشي، هنا الراديوس بالسنتيمتر، محتاج ان انا احولها لايه؟ احتاج ان انا احولها للمتر. ماشي، يبقى اذا الاريا اقدر اقول له يا مستر الاريا هي ايكوال 4، ايوه، في باي اللي هي 22 على 7، ماشي، في الراديوس سكوير. الراديوس هنا 1.7، طب سنتيمتر يبقى تايمز 10 تو باور نيجاتيف 2. بس ده ايه؟ لكل سكوير، محدش ينسى بقى الكلام ده. مهم. يعني كانه بالظبط بيساوي 4 تايمز 22 اوفر 7 تايمز 1.7. طبعا لكل سكوير دي كده، لكل سكوير تايمز 10 تو باور، ايوه، 2 تايمز نيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 4. نعملها دي على الكالكوليتر هتطلع 3.6 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 3 بالمتر ايه؟ سكوير. ليه متر سكوير؟ مهم. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر آه آه آه، احنا بنتكلم على اريا. احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على اريا بس كده. فبالتالي هتطلع 3.6 تايمز 10 to power نيجاتيف 3. بنتكلم على اريا، يعني لو مثلا ريكتانجولار يبقى لينس تايمز الويدز، فده سنتي، فده هيبقى متر وده هيبقى متر، فيدينا متر سكوير. طب هنا يا مستر ده سيركل ولا بول؟ ماشي، ما هو راديوس، راديوس سكوير، ما هو الراديوس الواحد بالمتر، يبقى متر كانه متر سكوير، فيدينا برضو متر ايه سكوير. طبعا الباي دي ملهاش ميجرنج يونت، الفور دي ملهاش ميجرنج ايه؟ ملهاش ميجرنج يونت. طيب نبدأ نشوف المسألة اللي بعد كده. 20، مسألة 20. هنا والله حاجة جميلة جدا. هنا بيقول لي if the speed of water flow in tube، ماشي، 1.44 كيلو متر اور نيجاتيف 1، اللي هي يعني 1.44 كيلو متر بالأور. هي بس طلعنا الأور دي فوق فوق، فعكسنا الساين بتاع الايه؟ بتاع الأور. يبقى بقت 1.44 كيلو متر اور تو باور نيجاتيف 1. فعايز يحولها للمتر سكند نيجاتيف 1. طب هنحول الاول الكيلومتر للمتر، يبقى 1.44 تايمز 10 تو باور 3، مضروبه فين؟ في الكيلومتر، يعني كاني بحول بالظبط كده 1.44 كيلو متر للمتر. فبنقول ايه؟ 1.44 تايمز الكيلومتر البريفكس بتاعه كام؟ 10 تو باور 3. شد خط ديفايد، بص على الرايت، الرايت هنا 1، فهي طلعت لي نفسها. طيب بس ده مقسوم على ايه؟ على الاور، وانا عايز احولها للسكند، فهعمل ديفايدد من الاور للسكند اللي هي 60 تايمز ال 60. بس خلاص، ونطلع الايه؟ القيمه بتاعتنا هتدينا 0.4 متر بير سكند، اللي هي 0.4 متر سكند باور نيجاتيف 1. يبقى اذا ايه؟ لتر ايه. اعتقد كده هنخش في الدايمنشنال فورمولا، ودي طبعا تبقى حاجه كويسه جدا. يبقى احنا يعني بفضل الله هنكون غطينا جزء كبير من الايه؟ من اليونت بتاعنا في عمليه الريفيجن. طيب هنا بيقول لي if the measuring unit of physical quantity is كيلو جرام، كيلو جرام
بير متر سكند. عايز يحولها للدايمنشنال فورمولا. طب الكيلو جرام ده يمثل الماس، يبقى احط ام كابيتال ديفايد. المتر يمثل اللينس، يبقى ال كابيتال. السكند يمثل التايم، يبقى تي كابيتال. يعني ده ايكوال ام، ده هيطلع فوق بنيجاتيف 1، ال دي هتطلع فوق بنيجاتيف 1، يبقى ال نيجاتيف 1. التايم هتطلع فوق بالنيجاتيف 1، يبقى تايم نيجاتيف 1. يبقى ام ال باور نيجاتيف 1 تي باور نيجاتيف 1. مين هنا اللي بيقول لي كده؟ بي. اسئله سهله جدا وبسيطه جدا. نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي if the dimensional formula of density، ماشي، density ماشي، ام ال to power negative 2. انا اصلا عارفين ان الدنستي هي عباره عن الماس اوفر فوليوم. طب الماس ده يديني ايه؟ يديني كيلو جرام. طب الفوليوم يديني متر ايه؟ كيوبيد متر. طب الكيلو ده قبل بس ما نحل المساله، الكيلو جرام ده ام، الكيوبيد متر ال سكوير، فهيدينا ايه؟ ام ال تو باور نيجاتيف 3. ده الفوليوم، ده سوري، ده الدينستي. تعال نبص بقى. هنا بيقول لي if the dimensional formula of density ام ال نيجاتيف 3 وتايم 0. ما هو تايم 0 ده يا اولاد كانه 1، كانه مش موجود. اي حاجه الباور بتاعها 0 كانها 1، كانها مش موجوده. فهو حطها بس كده عشان يخيلنا بيها. and its measuring unit is كيلو جرام، كيلو جرام x over m واي. عايز قيمه الاكس وعايز قيمه الواي، ومديني الميجرنج يونت من غير ما اعرف انا اصلا قانون الدينستي ولا اللي انا عملته ده، اعتبروه مش موجود. طيب انا عندي هنا الدايمنشنال فورمولا. الماس الباور بتاعها 1، يبقى اذا الكيلو جرام الباور بتاعها 1، يبقى اذا الاكس بتساوي 1، يبقى اذا الاكس بتساوي 1. طيب ال نيجاتيف 3، يبقى ال ده اللي هي الايه؟ اللي هي متر، اللي هو المتر بتاعنا. طيب عشان يبقى فوق نيجاتيف 3 يبقى كان تحت ايه؟ يبقى كان تحت 3، عشان لما هيطلع فوق هنقلب الساين بتاع الباور. يبقى بدل ما هيبقى بوزيتيف 3 هيبقى نيجاتيف 3، يبقى اذا الواي بتساوي 3. مين اللي بيقول لي كده؟ اللي بيقول لي كده هو ليتر سي. الاكس ايكوال 1، الواي ايكوال 3. يشوف اللي بعده. هنا بيقول لي in the table shows the measuring units of the some physical quantities. So if the dimensional formula of specific physical quantities، ماشي، m x اس x l اس x t اس نيجاتيف 2x. بيقول لي where x is an integer number. هو integer number، خلي بالكم بقى 1 2 3 4. ماشي. the quantity maybe، هل الكميه دي تبقى force ولا acceleration ولا density ولا velocity؟ تعال نبص كده. مين فيهم عنده m وعنده l وعنده t؟ الموضوع يبقى سهل خالص. هنا الاكسلريشن في ال وفي تايم بس ما عندوش ماس. هنا مديني ماس وليها باور اهو، وقال لي الاكس ده انتجر، يبقى اذا مش اكسلريشن. هنا دينستي ماس وال بس ما فيش تايم، يبقى مش دينستي. هنا الفيلوسيتي ال وتايم بس ما فيش ماس، يبقى مش دي. الفورس، الفورس الوحيد اللي عنده ماس كيلو جرام ولينس متر ديفايد التايم سكوير، يبقى كانها ام ال تي تو باور نيجاتيف نيجاتيف 2. فنلاقي هنا ان الاكس الباور بتاعها هنا ايه؟ 1. مظبوط. وهنا يبقى دي كده 1. مظبوط. طب والال 1 برضه اهو، يبقى اذا الاكس برضه 1. مظبوط. طب نيجاتيف 2 مضروبه في اكس والاكس بتساوي 1، يبقى كانها نيجاتيف 2 تايمز 1 بنيجاتيف 2. يبقى اذا الايه؟ الانسر بتاعي هو هيبقى الايه؟ هو هيبقى الفورس. اسئله يعني سهله جدا جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب نبص على السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا if the dimensional formula of quantity is ml square t to power negative 2. جميل، حلو قوي. and the dimensional formula quantity يعني الايه هنا بتساوي ml square t power negative 2، والبي عباره عن ml
سكوير تي تو باور نيجاتيف 2. فبيقول لي والله طلع لي 2 بي نيجاتيف 1، طلع لي الكميه دي في الدايمنشنال فورمولا. طب انا قلت عشان نعمل سبتراكت او ادنج لازم يبقى عندي شرط مهم، اني لازم عشان اعمل سبتراكت او ادنج لازم الكميه دي بتساوي الكميه دي. وبالتالي هنا هيبقى عندي الاي بتساوي البي، مظبوط. ساعتها اعمل بقى سبتراكت او اد، مش هنعرف. هو بيتعمل، بس احب اقول لكم هيطلع نفس الناتج. فاكرين لما كنت قلت لكم لو ال تي تو باور نيجاتيف 1 ماينس ال تي تو باور نيجاتيف 1 هو حد يعملها لي زيرو؟ لا، هتطلع ال تي باور نيجاتيف 1. طب لو كان ال تي باور نيجاتيف 1 بلس ال تي باور نيجاتيف 1، لازم الكميتين دول بيساووا بعض. يبقى بتساوي يا مستر ال تي باور نيجاتيف 1، محدش يعملها 2 ال بي تي باور نيجاتيف 1. ال 2 ده طبعا ملوش معنى خلاص، فكأنها بالظبط بي ناقص ايه، يعني ام ال 2 تي باور نيجاتيف 2 ماينس ام ال 2 تي باور نيجاتيف 2. بس لازم الاثنين دول يساووا بعض، لازم الاي هنا تساوي البي، والا يبقى اقدر اقول isn't physical quantity، دي مش كوانتي، مش هعرف اعمل لها الاد او السبتراكت. طب اد او سبتراكت للكميتين دول هي يبقى ام ال 2 تي باور نيجاتيف 2. يبقى اذا has a dimensional formula of ام ال 2 تي باور نيجاتيف 2. هتطلع الكميه الجديده بنفس الدايمنشنال فورمولا بتوع الكميتين الايه اللي موجودين. يعني كأن بيقول ايه، ما ينفعش تجمع كميتين مختلفتين على بعض. تجمع الكميتين قد بعض يطلع بنفس الكميه. يعني لما نيجي نجمع فيلوسيتي وفيلوسيتي مش هتطلع يعني اكسلريشن، مش هتطلع مثلا ماس، تطلع فيلوسيتي برضه. لما تيجي تقول واحد ماشي بعربيه 100 كيلو متر بير اور، والتاني ماشي بعربيه بفيلوسيتي برضه 90 كيلو متر بير اور، مجموعهم هما الاثنين مش هيطلع ماس، مش هيطلع لينس، هيطلع فيلوسيتي برضه. فهنا نفس الكلام، A و B طالما الاثنين من نفس النوع، اللي هيطلع برضه هيبقى من نفس الايه، من نفس النوع. يبقى اذا لتر ايه هي الانسر بتاعي. شوف اللي بعده. هنا بيقول لي ايه if the dimensional formula of both quantities x and y. ماشي، يعني هو هنا مديني الاكس بتساوي الواي بتساوي ال تي باور نيجاتيف 1. ده بس بالمناسبه ده فيلوسيتي، هو ال اللي هي متر بير سكند، يعني هي بتساوي متر سكند نيجاتيف 1، اللي هو المتر ده لينس والسكند تايم نيجاتيف 1 اهو، ده فيلوسيتي. طيب and the dimensional formula of quantities z بتساوي ال تي باور نيجاتيف 2. ده اكسلريشن، يعني بالمناسبه احنا درسنا الكلام ده. يبقى اذا الزد بتساوي ال تي باور نيجاتيف 2. then the dimensional formula of quantity k that varies equation. هو عايز بقى هنا الكي. الله اكبر، الله اكبر، ازاي يعني مديني ريليشن اكس بتساوي واي بلس زي في كي، فعايز قيمته الكي. طب ما نحب اقول لك، مش احنا قلنا في حاله الاد او في حاله السبتراكت الكميه دي هي نفس الكوانتي دي، هي نفس الكوانتي دي. يعني اقدر اقول الاكس بتساوي الواي بتساوي الزد في الكي، واطلع منها الكي. طب انت عايز الكي تساوي الاكس بالزد كي، يبقى اقدر اقول والله الاكس بتساوي زد كي. لان المفترض طبعا لما نيجي نشتغل على الدايمنشنال فورمولا ده هو ده هو ده، وده كان الشرط بتاعنا. يبقى لما يجي يديني ريليشن يقول لي هات الكي دي قيمتها كام، يبقى كده الشرط هو محققه. الله اكبر، الله اكبر، عايز الله. يبقى اذا الاكس بتساوي زد في الكي. طب الاكس مديهولي بكام دايمنشنال؟ ال تي باور نيجاتيف 1. طب الزد ال تي باور نيجاتيف 2. طب الكي عايزها، يبقى اذا الكي بيساوي اللي بره على اللي جوه. يبقى اذا الكي هتساوي ال تي باور نيجاتيف 1 ديفايد ال تي باور نيجاتيف 2. طب ال تروح مع ال يدينا ايه؟ تي باور نيجاتيف 1 ديفايد تي باور نيجاتيف 2. هنعمل ايه في الباور؟ نعمل سبتراكت الباور، يعني هي تي واحده وافتح قوس نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 2. طب نيجاتيف ونيجاتيف بوزيتيف اهو، كانها نيجاتيف 1 بوزيتيف 2، فتدينا ايه؟ بوزيتيف 1. يعني كانها تي
to power positive 1 اللي هي بتساوي تي. فاذا الانسر هيبقى ايه؟ هيبقى تي. طيب نشوف اللي بعده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. طيب if if is force، مش عارفين، مش عايز ايه؟ that acts on a static body mass m. يبقى الماس ام، يبقى الفورس بتساوي الفورس، ماشي، والماس مديها لي بام. to reach speed v، ماشي، وعندي v through time، وعندي تي ايه يا عم؟ then two physical quantities mv and ft، هل هم هيطلعوا same dimension ولا different dimension؟ تعال نبص بقى. هنا ماس في velocity وفورس في تايم. طيب ومديني الفورس هو عباره عن ام ال تي باور نيجاتيف 2، ومديني الفيلوسيتي هو عباره عن ال تي باور نيجاتيف 1. اضرب في الماس في الفيلوسيتي، يبقى ماس ام في فيلوسيتي ال تي باور نيجاتيف 1، يعني ام ال تي باور نيجاتيف 1. طب الفورس، الفورس يا مستر ام ال تي باور نيجاتيف 2، اقوم ضربه في ايه؟ في تايم. يبقى في تايم، يبقى يديني ام ال التي نيجاتيف 2 وهنا بوزيتيف 1، فيدينا ايه؟ نيجاتيف 1 تي باور نيجاتيف 1. الاثنين سوا بعض اهو. ام ال تي نيجاتيف 1 ام ال تي نيجاتيف 1، يبقى ذا سيم ايه؟ سيم دايمنشنز. سؤال سهل جدا يعني، ما فيهوش اي مشكله خالص. طيب نشوف اللي بعده. هنا ولاد بيقول لي ايه؟ the relative speed. ايه relative speed؟ a train moving at speed v1 when the driver of another train moving in the opposite direction at v2 observes it equals v1 and v2. خلينا نفتكر يا اولاد اللي كنا بناخده في بريب 3. كنا بناخد حاجه اسمها الريلاتيف سبيد او السرعه النسبيه. الريلاتيف سبيد فكنا بناخدها عند اكتر من حاله. يعني لو عربيتين ماشيين في ان سيم دايركشن بيبقى ليهم ريلاتيف سبيد. العربيه الاولى، سرعه العربيه الاولى ماينس سرعه العربيه الثانيه. طب لو كانوا اوبوزيت دايركشن كنا بنطلع الريلاتيف سبيد بتاعتهم v1 بلس v2. حد مثلا يركب مترو الانفاق، فيجي مترو انفاق تاني عكس الاتجاه، بنحس انه طياره بقى ماشي. طياره ليه؟ عشان انا كاوبسرفر، انا كراجل مشاهد او مراقب، وانا قاعد في المترو ببقى شايف العربيه او القطر او المترو اللي جاي في عكس الاتجاه. بالنسبه لي انا بحس ان السرعه كبيره لاني ببقى شايف السرعتين بلس بعض، يعني الريليتيف سبيد في حاله الاوبوزيت، فالقطر الاولاني بلس القطر الثاني. ولذلك القطر اللي بيجي عكس الاتجاه بحس انه طياره. ليه؟ عشان بجمع الفيلوسيتي اللي انا قاعد فيها، القطر اللي انا قاعد فيه او المترو اللي انا قاعد فيه، بلس الفيلوسيتي بتاع المترو اللي جاي بالعكس. يعني انا لو ماشي على 100 واللي جاي على 100، يبقى حاسس بسبيد او بفيلوسيتي مقدارها 200. ودي بتبقى اسمها الريلاتيف ايه؟ الريلاتيف سبيد. تختلف طبعا لو احنا سيم دايركشن او اوبوزيت دايركشن، او واحد في حاله ستاتيك وعربيه او قطر مثلا ماشي قدامي، وهكذا لو تفتكروا في ثالثه اعدادي. طيب هنا observer، تمام، observers it equals، ماشي، v1 and v2، يبقى احنا شرحنا الريلاتيف ايه؟ velocity ديت. while the relative density of liquid equals the ratio between the density of liquid and density of water. هنا بقى ان شاء الله دي هناخدها في الجزء الثاني من الماتيريال بتاعنا، ان في حاجه برضو اسمها الايه؟ رو ريلاتيف او الريلاتيف density. ودي عباره عن ايه؟ بنجيب الرو، بنجيب الرو بتاع اي ليكويد انا عايز اطلع له ريلاتيف دينستي، وقارنه بالرو بتاع الووتر.
فتطلع لي الرو ريليتيف بتاع الليكويد ده. طب خلي بالكم بقى، هنا بقى ميجرنج يونت وهنا ميجرنج يونت. الميجرنج يونت اللي هنا راحت مع الميجرنج يونت اللي هنا. ودايما الريليتيف مش هتبقى ليها ايه لو طبعا مقسومين على بعض. الريليتيف مقسومين على بعض اهو، ما لهمش ميجرنج يونت. طيب هنا ليهم ميجرنج يونت، ما لهمش ميجرنج يونت، يبقى هاز نو دايمنشنز. الريليتيف دينستي هاز نو دايمنشنز. يعني بالتالي هاز نو دايمنشنز اه صح. هاز دايمنشنز لا غلط. هاز دايمنشن لا غلط. هاز نو دايمنشنز صح. يعني كان عندي A و C صح. لسه هشوف بقى الريلاتيف سبيد. طيب يعني كدايمنشنال فورمولا دي متر بير سوري كيلو جرام، كيلو جرام بير متر كيوب، كيوبد متر. واللي تحت دي برضو كيلو جرام بير كيوبد متر. طب ما دي راحت مع دي، الميجرنج يونت ده راح مع الميجرنج يونت ده، ولذلك ده طلع لسه ميجرنج يونت. ليس ميجرنج يونت يعني ايه؟ يعني ملهوش وحده قياس، وبالتالي ملهوش دايمنشنال فورمولا. خلاص يبقى ده كده ملهاش دايمنشنال فورمولا. اخترنا الاجابه بتاعتها. فاضل لنا الريليتيف بقى. الريليتيف بقى مختلفه. ليه؟ عشان الدايمنشنال فورمولا نقدر ان احنا ايه؟ نقدر ان احنا نعمل لها ادنج لو الاثنين نفس الايه؟ نفس الكوانتيتي. هنا V1 وهنا V2، هنا فيلوسيتي هنا فيلوسيتي. نقدر نعمل لها ادنج وتطلع برضو فيلوسيتي، تطلع فيلوسيتي. صح. يعني دي كده بالظبط ال تي باور نيجاتيف 1 بلس ال تي باور نيجاتيف 1 تدينا ال تي باور نيجاتيف 1. يبقى اذا عندها دايمنشنز ولا لا؟ عندها دايمنشنز صح. فاذا هاز دايمنشنز. هنا هاز نو دايمنشنز لا غلط. هنا هاز دايمنشنز اللي هي ريليتيف سبيد هاز دايمنشنز صح. يبقى اذا هاز دايمنشنز في الريليتيف سبيد، لكن هاز نو دايمنشنز في الريليتيف ايه؟ دينستي. بس كده. نشوف السؤال اللي بعده. if the equations x equal at square plus bt describes the motion of body and the quantity x has the length dimensional dimension and quantity t has time dimension. ماشي. then the dimensions of each the quantities ايه؟ عايز يجيب الايه والبي. الايه required، البي required. طب هو قايل لي هنا ان الاكس دي ايه؟ الاكس دي ده distance length. يعني بيقول لي هنا has الاكس ذا لينس يعني ال. يبقى اذا ال ده نقدر ان احنا نسويه بالاي تي سكوير لان دول ايه؟ دول ادنج. دايمنشنال فورمولا ادنج. احنا عارفين ان الكوانتيتي دي هتساوي الكوانتيتي دي هتساوي الكوانتيتي دي في عمليه الادنج او السبتراكتنج. يبقى اذا اقدر اقول ان ال ده بتساوي ايه تي سكوير. طيب التي ده تايم، يعني اذا ال بتساوي ايه تايم سكوير. طب عايز الايه؟ يبقى اللي بره على اللي جوه. يبقى اذا الايه بتساوي ال على تي سكوير، يعني بتساوي ال تي في باور نيجاتيف 2. ده طلع فوق بالنيجاتيف. انهي واحد؟ الايه؟ ال تي سكوير لا. ال تي سكوير لا. ال تي نيجاتيف 2 ماشي، دي معانا. ال تي دي معانا. ال تي نيجاتيف 2 دي معانا. عايز بقى البي. هقدر اساوي الاكس برضو بالبي في التي. يبقى اذا الاكس اهي الاكس هتساوي برضو البي في التي. يبقى الاكس ده ايه؟ لينس. يبقى لينس بتساوي بي في التايم. يبقى اذا البي بتساوي اللي بره على اللي جوه، ال على تي، يعني بتساوي ال تي باور نيجاتيف 1. وبالتالي البي هنا هيطلع مين؟ ال تي باور نيجاتيف 1 مش ال تي، يعني ده كده غلط. يبقى اذا هي ليتر سي هي هتبقى الايه؟ هي هتبقى الانسر بتاعي. طيب نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي in an experiment to find speed of sound. هنا بيقول لي يعني في تجربة كنا بنوجد السبيد بتاعة الصوت V in air by using closed tubes. ماشي. if you kn that the relation between the frequency
F of the sound wave in the tube and the length of the tube is F بتساوي F بتساوي كوارتر في ال ان. الفي دي هي السبيد بتاع الساوند، ماشي، سبيد يعني بالظبط كده. والال ده الايه؟ ده اللينس بتاع التيوب. يبقى ذا تيوب اند هي دي مفروض لينس اوف ذا تيوب، تمام. يعني هنا الاف ده فريكوانسي of the in the tube and the length of the tube، لا، length of the tube. يبقى دي الريليشن بتاعي اهو by neglecting the effect of the radius of the tube، ماشي. so the value uh, the constant n، ماشي. هو عايز اصلا ال n دي بتساوي كام using the dimensional formula knowing that the frequency is measure hertz. الهرتز دي الميجرنج يونت بتاعت الفريكوانسي اسمها هرتز، وده بيقول لي الدايمنشنال او الميجرنج يونت بتاعها اس باور نيجاتيف 1، ماشي. يعني الدايمنشنال فورمولا هي تي باور نيجاتيف 1. طب ماشي، ماشي. انت ما جيتش في جنبي، انت عايز ايه يعني دلوقتي؟ انا عندي ريليشن، ابدا ابص اهو والله. انا عندي الفريكوانسي كوارتر في ال ان سكوير. طب الفريكوانسي دي اللي هي تي باور نيجاتيف 1، ماشي، بتساوي كوارتر، ايوه، في ال تي باور نيجاتيف 1. ده الفيلوسيتي، احنا عارفين. في اللينس، في اللينس الباور بتاعها ان. جميل قوي قوي. بصوا بقى، مش احنا عارفين ان لازم الرايت يبقى ايكوال الليفت او الليفت ايكوال الرايت؟ فانا عايز دلوقتي القيمه اللي هتتحط هنا اللي تخلي الطرف ده بيساوي الطرف ده. طب الكوارتر ده ملوش اي قيمه، خلاص اشيله، هستبعده بس عشان ما يخيلنيش. يبقى اذا تي باور نيجاتيف 1 بتساوي ال تي باور نيجاتيف 1 في ال اس ان. يبقى انا دلوقتي عايز ال ان دي اللي تطير لي ال دي عشان تبقى تي باور نيجاتيف 1 بتساوي تي باور نيجاتيف 1. يبقى كده الرايت بتساوي الايه؟ بيساوي الليفت. طيب هنا ال دي الباور بتاعها 1، يبقى انا عايز ال ان الباور بتاعها نيجاتيف 1 عشان خاطر اجمعهم مع بعض يدينا ال 0. يبقى 1 بلس نيجاتيف 1 يعني كانها 1 ماينس 1 يعني بتساوي 0. يبقى طارت الايه؟ طارت ال. يبقى اذا التي باور نيجاتيف 1 هتساوي تي باور نيجاتيف 1. وقدرنا ان احنا نساوي الرايت بالليفت، ودي من خصائص الدايمنشنال فورمولا ان تطلع لي القانون وتقول لي اذا كان القانون ده صحيح ولا لا. امتى يبقى صحيح؟ لو الليفت بيساوي الرايت. هو مديني قانون اهو وقال لي شوف يعني فيما معناه يعني. هو طبعا هو بيقول لي طلع الان، لكن فيما معناه شوف لي القانون ده مظبوط ولا لا. فكان الفريكونسي تي تو باور نيجاتيف 1 مفروض الرايت كله يبقى تي تو باور نيجاتيف 1. احنا طلعناها تي تو باور نيجاتيف 1 لما الان بتساوي نيجاتيف 1. يبقى اذا هي لتر ايه؟ لتر ايه. طيب نشوف آه الجزء بتاع الايرور في الميجرنج ايه؟ في الميجرنج يونت. سوري، الايرور في الميجرمنت تايبس. احنا عندي ان التايبس بتاع الميجرمنت اما دايركت او اندايركت. دايركت يعني بطلعها بجهاز وخلاص، ما بعملش فيه اي حاجه. اندايركت يعني بحط القراءات بتاعتي اللي انا مطلعها في ريليشن. زي مين مثلا؟ مثلا زي الفيلوسيتي مثلا. فاحنا لو هنيجي نقول فيلوسيتي بنقيس ديستانس، ماشي، بنقيسها مثلا بالمتر مثلا، وبنقيس تايم بالستوب واتش، وبعدين رحنا حطيناهم على بعض وقسمناهم على بعض ادانا الفيلوسيتي. يبقى انا كده اشتغلت اندايركت، ما عنديش جهاز يطلع لي الفيلوسيتي على طول. فهنا ده كده يبقى اندايركت. طب الدايركت؟ الدايركت زي الديستانس، يعني لما جيت قست الديستانس قستها على طول، ما حطيتهاش في ريليشن. لما اجي اقيس الماس بتاعتي بقف على البالانس بقيس الماس بتاعتي، خلاص مش بحطها في ريليشن. فدي بتبقى دايركت، خلاص قراءة مباشرة، مش محتاج ان انا احطها في ريليشن واعوض واطلع حاجه تانية جديده زي ما عملنا في الفيلوسيتي. فهنا بيقول لي from the examples of direct measurement. طيب mass of body by balance، طبعا انا لو وقفت على البالانس هطلع الماس بتاعتي على طول. يبقى دي معانا area of room by meter tap. لا، الاريا لازم اقيس اللينس واقيس الويدز، بعد كده احطها اقول لي والله الاريا بتساوي لينس تايمز الويدز،
واطلع الاريا، يبقى حطيتها في ريليشن، يبقى دي غلط. فوليوم اوف كيوبيد measuring the length the width and the height، يعني هطلع الفوليوم لينث وويدز وهايت واحطها في الريليشن دي. يعني هطلع لده قيمه بالمتر، واطلع لده قيمه بالمتر، واطلع لده قيمه بالمتر، واحطها في الريليشن، يبقى انا خلاص. ده كده اندايركت، لا دي كده اندايركت. طب density at liquid by measuring its mass and its volume، ما انا عندي ان الدنسيتي هي الماس اوفر فوليوم، فانا اقدر اقيس الماس واقدر اقيس الفوليوم واقسمهم على بعض، اعمل لهم ديفايد، يبقى كده ان دايركت. اه مستر، بس انت كنت قلت لنا ان الهيدروميتر بيقيس الدنسيتي على طول، ودي تبقى دايركت في جهاز بيقيس الدنسيتي اسمه الهيدروميتر، صح؟ مظبوط. مظبوط، بس هو ما قالنيش عليه، هو ما قاليش عليه ان انا هستخدمه. ده هو بيقول لي هتطلع للماس قيمه، وتطلع للفوليوم قيمه، وتطلع الدينستي. يعني هتحطها في الريليشن، هتضطر انك انت تحطها في الريليشن، يبقى دي كمان اندايركت. يبقى الدايركت الوحيده هي الماس اوف بادي باي ايه؟ باي بالانس. طب نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي from the examples هنا بقى هنا عايز الاندايركت. طب نشوف كده، بصوا. density of liquid by hydrometer، ده هنا جهاز على طول. لا ده دايركت، ده دايركت ده يا مستر. لا يبقى ده مش تبعي. a height of a person by meter، يعني بنبدأ نشوف طول بني ادم بالميتر. طب ما هو ده دايركت، خلاص مش محتاج ان انا احطها في ريليشن، يبقى ده دايركت برضه. لا ده غلط. ماسف بادي اوف بالانس، ده دايركت برضه. انا هقف على الميزان خلاص هطلع الماس بتاعي، يبقى ده ايه؟ يبقى ده برضه دايركت. فوليوم اوف كيوب باي ميجرنج اتس لينس، هنا بقى، هنا هنطلع اللينس بتاع الايه؟ بتاع الكيوب، ونيجي نحطها في ريليشن. اللينس بتاعنا اللي هو لينس في ويدز في هايت، ونطلع الايه؟ الفوليوم بتاع الكيوب ده، يبقى اذا اندايركت هي دي. هنا بيقول لي انهي القراءه دي بالطريقه دي كده. هنا the measurement process shown in the opposite figure is considered as A ولا an measurement. طيب هنا ايه؟ هنا هطلع دايركت على طول اهو، انا هطلع القيمه خلاص، يبقى اذا ايه؟ ادايركت. تمام. طيب نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي ايه؟ هنا في اميتر، والاميتر ده لو احنا بصينا عليه كده قبل القياس، لقينا ان هو عنده ايه؟ بصوا مش واقف على الزيرو، في قراءه زياده. يعني كانه عم هو الزيرو كده هنا اهو، هو واقف لي هنا، وبالتالي اي قراءه هيبقى ضايف ليها الحته دي. ليه؟ في هنا زيرو ايرور، ده اسمه زيرو ايرور، زيرو ايرور. وبالتالي اي قراءه هيبقى ضايف ليها الجزء اللي ايه؟ اللي هو اللي عامل له شيفتنج دي. طب تعال نبص كده. هو بيقول لي ان انا قايس 3 امبير، ماشي، ما هو ده ال 3 اهو. ده هنا فين ال 3؟ ده ال 3. ده ال 3 1 0 1 2 3. طيب يعني هو لما يجي يقيس لي 3 امبير، هيبقى ضايف ليها الايه؟ ضايف ليها الجزء ده. طيب وبالتالي هنا هيبقى 3 امبير. يبقى اذا هنا تاني، هنا the opposite figure shows an ammeter when there is no electric current passing through. تمام. هو تمام. It's in which of the following figures describes this ammeter when a current of intensity 3 ampere passes. طيب تمام، هو قايس 3 امبير، حلو. بس كان في قراءة اصلا هو قاريها في البداية، وليكن مثلا هاف. طب لما يحس ان في 3 امبير، يجي هنا على ال 3، لا، هيبدأ ياخد حتة كمان ايه؟ هياخد حتة معاها. يبقى اذا لا، دي طبعا ده هنا منقص منه. هنا واقف على ال 3 بالظبط، لا، هنا واخد جزء معاه، ايوه. هنا طبعا قاري نفس القراءة الأولانية، لا. يبقى اذا هي ليتر ايه؟ ليتر سي. طيب نشوف ايه اللي بعده. هنا بيقول لي انهي واحد مفروض اعرف اقيس. طبعا بنبقى بريبنديكولار على القياس بتاعي بالظبط. يعني انا واقف على سكيل، المفروض ابقى عمودي عليه بالظبط، ولا اقف بالجنب، ولا ابقى شيفت كده يمين ولا شيفت شمال ولا الكلام ده.
فبقى ايه عمودي على القراءه بالظبط. اذا ليتر ايه؟ ليتر سي. طيب هنا بيقول لي when measuring the current intensity in an electric circuit the intensity was expected to be 2.5. So with the following meters is the most appropriate for measuring the current accurately. اه هنا عايز يقول لي ايه؟ عايز يقول لي انت هتقرا امبير 2.5، بس كأن عندك 4 مترز 4 اميترز. واحد بيقرا بالملي امبير، الملي امبير وهنا عندي بالامبير. ده انا لو دخلت ال 2.5 على الاميتر اللي بيقرا بالملي امبير هيتحرق، لان دي قيمه صغيره جدا. ده بيستوعب امبير قليل جدا بالملي، فلما ادخله بالامبير الاسلاك اللي جوه هتتحرق، وبالتالي لا مش هو ده. طيب هنا بقى الجراديويتد بتاعه 0 10 20 30 40. ماشي، هنا يقيس ال 2.5 يعرف يقيسه، بس خلينا نكمل الباقي. هنا بقى 0 1 2 3 4، 0 1 2 3 4. هنا بقى يقيس لي بمور اكيوريت. ليه؟ عشان الجراديويشن بتاعه متقسم، التقسيمه بتاعته كويسه. يعني يجي لي هنا عند 2 2.5، يعني يجي لي يقف هنا فيبقى واضح. انما لما يجي لي هنا، ده هيجي لي هنا ايه؟ حته كده صغيره خالص، يعني حتى في القراءه عندي هتبقى صعبه جدا. طب ده بقى يعني ده كده لا، انا شايف ان ده غلط. دي الاجابه هنا لحد دلوقتي سي. طب نشوف دي. دي بقى 0 100، يا خبر ابيض 200. لا طبعا، ده عشان يقيس 2.5 يعني المؤشر هيتحرك حركه صغيره جدا جدا جدا، وبالتالي لا طبعا مش هتبقى الإجابة دي. واحنا كده يبقى خلصنا تقريبا 35 سؤال من كتاب المعاصر. وتمام كده إن شاء الله بإذن الله. نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.